السلام عليكم أعزائي الطلاب، ولا سلام معكم مستر رفعت علي مدرس التاريخ. النهاردة الجزء الثاني من درس الحضارة والتاريخ. الجزء الثاني من درس الحضارة والتاريخ، بس النهاردة هتبقى حصة حل. احنا خلصنا المرة اللي فاتت الدرس ما كانش فيه أي حاجة صعبة. الدرس بالعكس كان سهل جدا وبسيط جدا. بعد إذن حضرتك أنا عايزك تركز معايا علشان النهاردة هنحل أكتر من 50 سؤال. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ الحصة بتاعتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد اذن حضرتك انا سامعك على فكره، وانت ما ردتش الدعاء ورايا تاني، ردده تاني بعد اذنك ورايا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى قبل بدايه الحصه ان ندعي لاخواننا في غزه ان ربنا ينصرهم ويقويهم ويصبرهم على الابتلاء اللي هم فيه. ان شاء الله ده يكون ابتلاء من ربنا، وربنا يعوضهم خير في الجنة ان شاء الله. ادعوا لهم ان ربنا يحميهم كده ويخفف عنهم. تمام. ولا تنسوا المقاطعة. لا تنسوا المقاطعة. بعد اذن حضرتك المقاطعة. ايه المقاطعة؟ بتكلم لكم لغة عربية فصحى أهو. لا تنسى المقاطعة. لا تنسى المقاطعة. مش عايزك تشرب الحاجات المنتجات اللي انت عارفها. م? بعد إذن حضرتك صلى على النبي كده كمان مرة ونبدأ الحصة بتاعتنا. يلا بينا. أنا حل من كتاب الامتحان. تمام. فبعد إذن حضرتك مش عايزك تتفاجئ من صعوبة الأسئلة عشان الأسئلة سهلة جدا، ولا من صعوبة الإجابات. بعد إذن حضرتك ركز معايا في أول سؤال كده، تدريب مع بعض. بيقول لك اتضح من تحليل البيانات الموضحة على العملة المقابلة أنها تنتمي لعصور تاريخية تتسم. العملة دي أنا أسميها عملة الجمل، اللي هي مستر عشان الجمل ده جمل عربي. معلش ثانية واحدة. ده جمل عربي. ده جمل عربي. ثواني بس كده بشغل القلم. جمل عربي، وفي كلمات بالانجليزي وفي كلمات بالعربي. يبقى ده كانت دولة. طالما في كلمات بالانجليزي وكلمات بالعربي يبقى دولة أجنبية كانت مستعمرة دولة عربية وفرضت عملتها. تبقى ايه؟ أول حاجة سيادة نظام الإقطاع. ده تبقى عصور ايه يا رجالة؟ نظام إقطاع وأي حاجة فيها دين. عصور وسطى. انتشار حركة الاستعمار الأوروبي. انتشار يا رجالة حركة الاستعمار الأوروبي. عصور حديثة. قيام حروب عالمية. ها. قيام حروب عالمية مدمرة للبشرية. تاريخ معاصر. إصدار الحضارة في بلاد الشرق. تاريخ قديم أو عصور قديمة. تبقى الإجابة إيه يا رجالة؟ انتشار حركة الاستعمار اللي هي التاريخ أو العصر الحديث. من نتائج الثورة الفرنسية. مصر أنا ما خدتش حاجة اسمها ثورة فرنسية. واحدة واحدة، أنت مالكش دعوة بيها. أنا عايزك تركز في التاريخ. 1789. ونظام الإقطاع. نظام الإقطاع كان معمولا به في فرنسا. بقول لك إن السؤال ده نظام الإقطاع كان معمول به في فرنسا سنة 1789. طب بيقول لك يستدل من العبارة السابقة أن نظام الإقطاع كان معمولا به في فرنسا خلال العصور التاريخية. طب نظام الإقطاع زي ما قلت لك عصور وسطى. طب مستر مش جايب لي عصور وسطى بس، ده جايب لي قديمة ولا حديثة ولا حديث وتاريخ معاصر ولا القديمة والتاريخ المعاصر. أول حاجة نستبعد الحديثة والتاريخ المعاصر والقديم والتاريخ المعاصر مع بعض. هيتفضل حاجتين اتنين، القديمة والوسطى ولا الوسطى والحديثة. أولا ركز معايا بقى. ركز معايا عشان الجملة دي مهمة جدا. 1789 دي عصور حديثة. ليه قلت لك أي حاجة قبل 1914 اللي هي قبل الحرب العالمية الأولى لحد سنة 1400 عصور حديثة. عصور إيه يا رجالة؟ حديثة. لحد سنة 1450 يبقى عصور حديثة. تبقى الوسطى والحديثة. السؤال رقم 3. عُثر مدينة جورزا في محافظة الجيزة على 4 أختام اسطوانية تنتمي إلى حضارتي الورقاء وجمدة مصر في العراق القديم. فمصر إيه اللي جاب حضارة العراق عندنا في مصر؟ ده يدل إن كان في ترابط وكان في تعاون بين الحضارتين. يدل على عدم وجود تعصب. بيقول لك يعبر مضمون العبارة عن أحد أهداف دراسة التاريخ. الإجابة سهلة، الابتعاد عن التعصب. تخطت مظاهر الحضارة نطاق محيط الكرة الأرضية. الكرة الأرضية تخطته بقى، تخطت الكرة الأرضية كلها. يبقى وصلوا على إيه؟ القمر. وصلوا على القمر في أنهي إيه؟ في أنهي تاريخ؟ تاريخ المعاصر. الحاجات دي أنا بقولها بسرعة علشان الحاجات دي يعني سؤال مباشر. الحاجات دي سؤال مباشر، لو فتحت الكتاب هتلاقيها. خش على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 5.
ظهر الاعتماد على الطاقة الحفرية كبديل عن القوة العضلية. الطاقة الحفرية دي تطور في الصناعة، ثورة صناعية، بقول لك هيبدلوها بالقوة العضلية، تبقى يا رجالة تبقى عصور حديثة. طالما ثورة صناعية تبقى عصور حديثة. حدد أي من الصور الآتية تعبر عن أحد مظاهر الحضارة التي نشأت في العصور الوسطى. هو حدد لك عايز عصور وسطى. عصور وسطى قلت لك فيها إقطاع وأي حاجة فيها دين، أي حاجة فيها دين. معبد أبو سمبل لأ، ده عصر قديم. الجامع الأزهر تنفع، لكن جاب لك أي كنيسة برضو تنفع. برج إيفل غلط. أهرامات الجيزة غلط، عصر قديم. يرجع فتح القائد الأموي، قال لك قائد أموي قتيبة بن مسلم، تبقى على طول عصور وسطى. نكمل. السؤال رقم 8، ركز معايا بعد إذن حضرتك. اتسمت العصور التاريخية القديمة عن غيرها. هو حدد لك عايز عصور تاريخية قديمة، عصور تاريخية قديمة عن غيرها. ب. تركز الحضارات في الغرب، لا بالعكس، ده كان في الشرق وفي الغرب. الصبغة الدينية، قلت لك الصبغة الدينية ده عصور وسطى. وعايز اقول لك تركز الحضارات في الغرب كان في حضارتين بس، التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر. حركة الكشوف الجغرافية ده عصور حديثة، تبقى ب غلط، ده غلط، ج غلط. مفيش غير ازدهار الحضارات في الشرق والغرب. مستر تعرف تقول لي حضارات الشرق والغرب؟ اقولهم لك. بلاد مصر القديمة، مصر القديمة، العراق القديم، كمل. بلاد فارس، بلاد فينيقيا، وفي الغرب اليونان والرومان. وعايز اقول لك معلومة، اليونان اجت قبل الرومان، اليونان قبل الرومان. قام محمد علي بالتخلص من المماليك في مذبحة القلعة. طب مستر لسه ما خدتش محمد علي يا عم، مش هتاخده دلوقتي، اسمع بس. عام 1811، 1811 قبل 1914، يبقى تاريخ حديث، تاريخ حديث. ظهر التناقض في مظاهر الحضارة بأوروبا خلال. ظهر يا رجالة التناقض، يعني كان في حاجتين ضد بعض. طالما قالك تناقض، حاجتين ضد بعض في مظاهر الحضارة بأوروبا، بمظاهر الحضارة بأوروبا. طب مستر، هو دلوقتي العصور القديمة كان فيها تطور وازدهار؟ أيوة كان فيها تطور في ازدهار. كان فيها اضمحلال؟ لأ، مكانش فيها اضمحلال لسه. طيب العصور التاريخية كان فيها اضمحلال؟ لأ، كان فيها اضمحلال بتاعت الدولة الرومانية، بس كان كلها برضو ازدهار. طب العصور الحديثة ما تنفعش برضه عشان كان كلها ازدهار وتطور. طب التاريخ المعاصر، هي التاريخ المعاصر. طب ليه؟ عشان كان فيه مميزات وكان فيه ايجابيات، كان فيه مميزات وكان فيه ايجابيات. طب المميزات اللي هي ايه؟ وبعدين هو قال لك اصلا في السؤال حضاره اوروبا، يعني تاريخ وسيط ما ينفعش، تاريخ الوسطى ما تنفعش، وتاريخ مصر القديمه ما تنفعش. ما فيش غيرها التاريخ المعاصر. كان فيه مميزات وكان فيه ايجابيات في التاريخ المعاصر. المميزات لما طلعوا على القمر وعملوا ثوره معلوماتيه. طب السلبيات، معلش، السلبيات كانت اللي كان فيه تلوث بيئة، تفشي أمراض، قيام حروب عالمية مدمرة للبشرية. السؤال رقم 11 أنا عايز حضرتك اللي تحله عشان أنا زهقت بقى. الأسئلة دي يعني سهلة جدا، أنا قلت لك أي حاجة فيها دين تبقى عصور وسطى. بعدين حل السؤال أنت. يلا حليت السؤال. ايه بيقول لك؟ دخلت المسيحية إلى مصر على يد القديس مرقس في القرن الأول الميلادي. ينتمي يعني الحدث السابق إلى هتقول له أنهي عصور؟ هتقول له طبعا العصور الوسطى، وأنا هقول لك غلط. مستر ازاي انت قايل لي اي حاجه فيها دين؟ يا ابني بعد اذنك، اللي قلت لك في اول الفيديو، بعد اذنك اهو، انا نسيت معلش اقول لك في اول الفيديو، اقرا السؤال للاخر، اقرا السؤال للاخر. اول السؤال في اجابه، وفي اخر السؤال في الحته دي بقى في القرن الاول الميلادي. في القرن الاول الميلادي، القرن الاول الميلادي. دلوقتي انا عايز اسالك سؤال. القرن الاول الميلادي، القرن الاول الميلادي، احنا قلنا دي تبقى عصور قديمه. مستر انت قال لي ما تنفعش عصور قديمه عشان فيها دين مسيحي. لا، هتبقى عصور قديمه. طب ليه يا رجاله؟ دلوقتي الحضاره اليونانيه والرومانيه اجت في اخرهم، اجت في اخرهم، وكانت مسيحيه. يعني كان معظم بداياتها كانت وثنيه، وبعدين اجت كده في الاخر وبقت مسيحيه. يعني كانت في العصور القديمه برضو عصور مسيحيه. وبعدين هو قال لك في القرن الاول الميلادي. كفايه دي القرن الاول الميلادي. في بدايه لسه سيدنا عيسى مولود بقاله قرن، لسه القرن الاول الميلادي، تبقى على طول عصور قديمه، تبقى عصور قديمه. هو حد يتلخبط ويعملها عصور حديثه؟
بص في القرن الاول الميلادي، القرن الاول الميلادي. إيه هو حد يتلخبط؟ معلش عمال عصور وسطى. تمام، هي هتبقى عصور قديمة. يوضح محتوى الشكل المقابل خريطة قام برسمها العالم محمد بن حوقل. بعد إذن حضرتك مش عايزك تبص على الخريطة، أنا عايزك تبص على تحت الخريطة، اسمها خريطة العالم لابن حوقل. 367 367 و977. ها، ده هتبقى إيه؟ عصور وسطى، عصور وسطى، مفيش أي حاجة صعبة. ظهرت آخر الديانات السماوية الثلاث في، طالما قال لك ديانات سماوية ثلاث يبقى خلاص عصور وسطى، عصور وسطى. يتشابه التاريخ المعاصر مع العصور الحديثة. ركز معايا، يتشابه التاريخ المعاصر مع العصور الحديثة. قال لك معاصر وعصور حديثة في بعض الملامح. اكتشاف قارات العالم الجديد أول واحدة غلط، عشان احنا في التاريخ الحديث ما كناش لسه اكتشفنا قارات في التاريخ المعاصر ما اكتشفناش قارات عالم جديد. اكتشاف الكواكب والأجرام لا غلط، في التاريخ الحديث ما اكتشفناش كواكب وأجرام. غلبة الطابع الديني لا غلط، عشان دي ها عصور وسطى. استقرار الحضارة في الغرب صح، الحضارتين كانوا في الغرب. كانت نقطة الالتقاء بين العصور الوسطى والعصور الحديثة أحد صور إيه؟ نصار. ممكن تحلل السؤال ده وتفهمهولي؟ بيقول لك نقطة الالتقاء بين العصور الوسطى والعصور الحديثة كانت إيه؟ ها، النهضة الأوروبية غلط. العصور الوسطى ما كانش لسه في نهضة أوروبية. الاستعمار الأوروبي لا برضو غلط، العصور الوسطى مالهاش دعوة بالاستعمار الأوروبي. الإقطاع في أوروبا مستار. الناس هتقول لي طبعا الإقطاع في أوروبا عشان دي إقطاع ودي إقطاع، مش شرط على فكرة، ها مش شرط. يعني مش شرط أشوف هنا إقطاع وفي هنا إقطاع، لا. الإجابة هنا هتبقى رقم ألف. الإجابة هتبقى رقم إيه يا رجالة؟ رقم ألف. رقم ألف، الفتوحات الإسلامية. دلوقتي بسبب الفتوحات الإسلامية وانتشار الدين الإسلامي اللي عدى 1000 سنة، عدى كام سنة؟ 1000 سنة يعني 10 قرون، مش القرن 100 سنة، يعني 10 قرون. أوروبا قدرت تستفيد من الحضارة بتاعتنا، من الحضارة الإسلامية وطورتها، لكن آه لكن العرب ما قدروش ان هم يطوروا الحضارة زي أوروبا. فأوروبا سبقتنا، أوروبا سبقتنا لحد الآن، وأوروبا سبقنا. يبقى نقطة الالتقاء كانت الفتوحات الإسلامية اللي عرفتهم الحضارة. بيقول لك السؤال رقم 16. اكتشف البرتغاليون طريق الموضح اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح، اهو انتوا شايفينه طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى ده قلنا حركة كشوف جغرافية عصر حديث. اكتشاف طرق تبقى حركة كشوف جغرافية. يتمثل القاسم المشترك بين مفهومي الحضارة والتاريخ، بين مفهومي الحضارة والتاريخ. مستر بعد إذنك مفهوم الحضارة والتاريخ. أول حاجة هتقولها لي ارتبطهما باختراع الكتابة. هقول لك لا غلط، ما تنفعش. ممكن التاريخ، عشان التاريخ مرتبط باختراع الكتابة. لما المصري القديم بدأ يخترع الكتابة وبدأ يكتب بدأ يبقى ليه تاريخ، لكن الحضارة ملهاش دعوة. المصري القديم كان ممكن يعمل حضارته، ما كانش ممكن يخترع الكتابة، والحضارة هتكمل وكانت هتبقى حضارة عظيمة واحنا ما كناش نعرف حاجة عنها. طب الاستقرار والأمن، والله هي تنفع، بس التاريخ فيه استقرار وأمن؟ لا. لا ملناش دعوة، يبقى جيم ما تنفعش وبيه ما تنفعش. ابرزهما قدوات الصالحة، لا. الحضارة جاب قدوة صالحة منين؟ ده كان لسه نزل على نهر النيل، ما كانش يعرف اي حاجة. يبقى ده الغلط، ما فيش غير ألف، النشاط البشري، النشاط البشري. السؤال رقم 18 بيقول لك ركز ديونارت في مفهومه للحضارة على التقدم في الجوانب الاقتصادية. هو ما جابش سيرة الاقتصاد، الاقتصاد اللي هو الزراعة الصناعة التجارة، ما جابش سيرته. تأثير الدين في حياة الشعوب، هو ما جابش سيرة الدين، تبقى جيم غلط. التقدم في الجوانب المادية، ما جابش سيرة جوانب مادية، ما جابش سيرتها. عارفين ايه جوانب مادية؟ اللي هو يبني معبد ويبني مقبرة، لا. ما جابش سيرة الجوانب المادية. التقدم في العمران والفن فعلا، عشان هو قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه يا رجالة؟ هو قال لك هنا ان لازم الانسان يعمل حياة اجتماعية ويستفاد من الحياة الثقافية.
يعمل حياة اجتماعية ويستفاد من الحياة الثقافية. بيقول لك جاءت البداية الحقيقية لظهور أقدم الحضارات على سطح الأرض. البداية الحقيقية لظهور أقدم الحضارات على سطح الأرض. بيقول لك التنقل والترحال، اختراع الكتاب، الاستقرار والأمن، انتشار الديانات. طبعا أي طالب مذاكر هيستبعد دال وهيستبعد اختراع الكتابة. هيقول لك استقرار وأمن وتنقل وترحال. وفي معظم الناس هتقول لك تنقل وترحال يا مستر. الناس دي يعني مش عارفة أقول لها إيه. يعني أنا مش عارفة أقول لها إيه بصراحة. يعني الحضاره اتعملت من التنقل والترحال؟ طب ما لو كان فضل مستمر في التنقل والترحال ما كانش هيبقى فيه حضاره اصلا. ازاي يا مستر؟ لو كان فضل من هضبه لهضبه، من جبل لجبل، ونزل على نهر النيل ورجع على هضبه تاني، ما كانش هيبقى فيه حضاره، ما كانش هيستفيد بيها. لكن الاستقرار والامن لما الانسان القديم استقر على ضفاف النهر وبدا يبني حياته عليها. صح ولا لا؟ ركز. تبقى 19 الاستقرار والامن. حدد أي من الأنشطة الاقتصادية الآتية. هو حدد لي أي من الأنشطة الاقتصادية. زراعة، صناعة، تجارة. اقتصاد، زراعة، صناعة، تجارة. تعد الأكثر إسهاما في نشأة الحضارات الإنسانية. الزراعة تنفع، الصناعة ما كانتش لها أي لازمة في وقتها، الرعي لا ما تنفعش، والصيد ما تنفعش. مفيش غير الزراعة لما الإنسان القديم نزل على أطراف النهر وبدأ يعمل بالزراعة. نستنتج من تحاليل الخريطة المقبلة أن المسطح المائي الذي نشأت على سواحله أكبر عدد من الحضارات العالم القديم هو المحيط الهادئ والهندي. لسه ما خدناهمش، ما تنفعش أساسا. هقول لك ليه. وقال لك حضارات العالم القديم. تعرف تقول له حضارات العالم القديم؟ جدع. مصر والعراق وفينيقيا. فينيقيا اللي هي سوريا ولبنان، وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. الأربعة دول على سواحل البحر المتوسط. وغير كده اليونان والرومان كانوا برضو على سواحل البحر المتوسط. تبقى الإجابة ب. انا مش عايز اطول عليكم، وانا بمشي بسرعه عشان الطلبه ما تزهقش. السؤال رقم 22 بيقول لك تنوعت الاسهامات الحضاريه للغرب. الاسهامات الحضاريه للغرب، قال لك للغرب يعني هو ذكر الغرب عبر التاريخ، الا ان هذه الاسهامات تقلصت فيه. انا بقول لك الغرب كان ليه حضاره كويسه وبعدين قلت. طب الحضاره الكويسه دي كانت فين؟ اليونان والرومان في التاريخ القديم، ثم تقلصت في التاريخ العصر العصور الوسطى. طب ليه يا مستر؟ هقول لك ليه، ركز معايا. كانت لسه بدأت نشأة الإمبراطورية الرومانية واليونانية في العصر القديم، ثم تقلصت عندما فتح محمد الفاتح القسطنطينية في العصور الوسطى. تبقى تقلصت في العصور الوسطى. الإجابة ب. السؤال رقم 23 تنوعت الإسهامات الحضارية للغرب عبر التاريخ إلا أن هذه الإسهامات تقلصت. معلش احنا قلنا السؤال ده، معلش. بيقول لك تتواصل الأمم والحضارات على مر العصور وتتأثر ببعضها عن طريق الأخذ والعطاء. يعني الأمم والحضارات على طول في تواصل ما بينهم وبين بعض، لكن تتأثر عن طريق الأخذ والعطاء، يعني في أخذ وعطاء ما بينهم. في دول العبارة السابقة من أهم ما يجب الحفاظ عليه عند التواصل الحضاري. الأنشطة الاقتصادية لا غلط، والنظم الإدارة ما تنفعش. طرق المعمار والإنشاء لا غلط برضو ما تنفعش، عشان احنا ممكن يكون عندنا نفس اللي يكون عنده نفس اللي يكون في العراق القديم أو أي حضارة أخرى. طب الفنون والأدب لا برضو ما تنفعش، عشان احنا ممكن يكون ندرس اللي هما بياخدوه برضو. تمام. في حاجات أصلا في الدول العربية مشتركة ما بيننا. الثقافة والعقيدة أيوة، لازم يكون لكل حضارة ثقافتها وعقيدتها الخاصة. يعد أول ظهور للحضارات العظمى بالغرب. الحضارات العظمى بالغرب اليونان والرومان. طب أولهم اليونان ولا الرومان يا مستر؟ هتبقى اليونان، قلت لك في بداية الفيديو بلاد اليونان. حدد أي من أنماط السكان الآتية تعد الأقل إسهاما في تطور الحضارات الإنسانية قديما. حدد أي من أنماط السكان الآتية تعد الأقل إسهاما في تطور الحضارات الإنسانية قديما. قال لك قديما، إذا قال لك قديما يبقى حضارات قديمة. أهل الحضر لا ما تنفعش أهل الحضر. طب ليه يا مستر؟ عشان أهل الحضر كانوا بيعملوا بقى بالصناعة والزراعة بكده. طب أهل البدو والرحل ما كناش بنستفاد منهم أي حاجة حرفيا، كان كل اللي بيعملوه بيرعوا الأغنام بس.
طب أهل الريف فعلا كان أهل الريف عشان نستفيد منهم في الزراعة. طب سكان السواحل برضو فعلا عشان كانوا بيعملوا بحرف الصيد. تبقى أهل البدو. ركز في السؤال، بيقول لك حدد أي من أنماط السكان أقل. قال لك الأقل يعني إنهم منهم أقلهم. بيقول لك توضح الصورة المقبلة مكتبة الإسكندرية التي تم بناءها أول مرة في عهد البطالمة، يعبر عن أحيائها يعني عادت مرة أخرى، يعني جددوها، يعني عملوا فيها حاجات جديدة. تبقى إحساس بالمسؤولية، شعور بالمسؤولية. اعتمد الرئيس أنور السادات على الخداع الاستراتيجي، واستخدم عنصر المفاجأة الحربية، وكان ذلك أحد العوامل التي ساهمت في تحقيق النصر في حرب أكتوبر، والذي كان من عوامل هزيمتهم في يونيو 67. بيقول لك إن السادات في حرب أكتوبر خدع إسرائيل بنفس الطريقة اللي اتخدعت فيها مصر في 67. يبقى هو كده بيقول لك عمل إيه؟ تؤكد العبارة السابقة على تحقيق السادات لأحد أهداف دراسة التاريخ، وهي استخلاص العبر. تنفع أخد العبرة اللي حصلت فيهم، ولا إبراز القدوة الصالحة؟ مفيش إن القدوة الصالحة. الشعور بالمسؤولية ما تنفعش. الابتعاد عن التعصب ما تنفعش. تبقى استخلاص العبر. نخش على السؤال رقم 28. يتضح من خلال دراسة العصور التاريخية أن أكثر المناطق التي استقرت بها الحضارة لأطول فترة زمنية كانت في أطول فترة زمنية للحضارة كانت 1000 سنة، اللي هي الحضارة الإسلامية، كانت في الشرق الأوسط. في الشرق الأوسط يا رجالة، ما تنفعش شرق آسيا. معلش ثانية واحدة، بسم الله. ما تنفعش شرق آسيا، وما تنفعش غرب أوروبا، وما تنفعش جنوب أوروبا. ساهمت حركة الكشوف الجغرافية بالعصور الحديثة. حركة الكشوف الجغرافية اللي هي استكشاف الطرق في انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب. قيام الثورة الصناعية، ظهور النهضة الأوروبية، قيام حركة الاستعمار الأوروبي. الإجابة هي إيه يا رجالة؟ طبعا الناس هتقول لي يا مستر انتقلت الحضارة من الشرق إلى الغرب، وفي ناس هتقول لي يا مستر قيام الثورة الصناعية، وفي ناس هتقول لي يا مستر النهضة الأوروبية. لا، هما كلهم ينفعوا وأنا معاك. لكن الأصح فيهم هي قيام حركة الاستعمار الأوروبي، لأن الاستعمار الأوروبي استغل استكشاف الطرق اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح، وبدأ يستعمر دول عشان يحقق أهدافه الاقتصادية. استطاعت الدولة العباسية فتح صقلية الدولة العباسية تبقى عصور وسطى. ظهرت الانتكاسة الحضارية للقارة الأوروبية. الانتكاسة يا مستر الحضارية للقارة الأوروبية، يعني في أوروبا، يعني اليونان ورومان، في العصور نهي العصور الوسطى، عندما فتح محمد الفاتح القسطنطينية. بيقول لك أمامها صورة لأثر سجل عليه الفرنسيون انتصاراتهم. بيقول لك قوس النصر في باريس تم بناؤه في القرن 19. القرن 19 سنة 1800. سنة 1800 تبقى تاريخ حديث. أقول لك اللعبة حلوة كده. محمد علي كان سنة 1805. جاب لك تاريخ 1805، 1700، 1600، تبقى تاريخ حديث على طول. السؤال رقم 33. رفض محمد علي مشروع قناة السويس قائلا لا أريد بوسفورا في مصر، أشارة إلى مضيق البوسفور التركي، والذي كان سببا في تدخل الدول الأوروبية في السياسة التركية. طب مستر أنا مش فاهم اللي بيقوله ده. كان في واحد اسمه فرديناند دي ليسيبس عرض على محمد علي اللي هو يعمل له مشروع قناة السويس، ولكن قبلها كانت الدولة الأوروبية ضحكت على السلطان العثماني وعملوا له نفس المشروع عنده في الأستانة، واستغلوا المشروع ده واحتلوا مقر الدولة العثمانية. فمحمد علي كان فاهم الألاعيب اللي هيعملوها، استخلص العبر. أخذ السلطان العثماني عبر له، ومرضاش يعمل مشروع قناة السويس. يبقى استخلاص العبر من تاريخ الأمم. بسم الله. السؤال رقم 34 بيقول لك تتميز الحضارات بأنها سلسلة متصلة الحلقات من تيار حضاري عام متدفق. تؤكد العبارة السابقة على أحد القيم التاريخية. إبراز القدوة الصالحة ما تنفعش. استخلاص العبر ما تنفعش.
تنمية الشعور بالمسؤولية هنفكر فيها هي والابتعاد عن التعصب. بس نقرا السؤال مرة تانية بعد إذنك. بيقول لك تتميز الحضارات بأنها سلسلة متصلة الحلقات، يعني الحضارات كلها مع بعض متشابكة، سلسلة. عارف السبحة اللي انت بتمسكها تسبح بها ربنا؟ اولا كده تصلي على النبي وتسبح ربنا، استغفر ربنا كده، استغفر ربنا، استغفر الله العلي العظيم. شفت السبحة؟ السبحة هي دي، هتلاقيهم كلهم متشابكين مع بعض. لو واحدة الحبل اتقطع هتلاقي كله ايه؟ وقع. هي بقول لك الحضارات عاملة زي كده، يبقى بقول لك الابتعاد عن التعصب، مفيش تعصب ما بينهم. يتضح من خلال تحليل مضمون النص والصورة أن المتحف القبطي دليل على إيه؟ بيقول لك المتحف القبطي يقع داخل أسوار حصن بابليون، وافتتح عام 1910. ألف كام يا مستر؟ 1910. ويتسم بقى يا رجالة بالطابع القبطي الممزوج بالتقاليد المصرية القديمة والهلينستية والبيزنطية والإسلامية. بيقول لك يتضح من خلال تحليل المضمون والصورة أن المتحف القبطي دليل على استخلاص العبر. لا، مفيش هنا عبرة. التواصل الحضاري والفكري، والله تنفع يا مستر. الخصوصية العقائدية، لا، مفيش حاجة اسمها خصوصية عقائدية، يبقى ألف غلط وجيم غلط. الصراع المستمر بين الحضارات، هنا مفيش هنا صراع، تبقى الإجابة ب. يعتقد الفيلسوف الألماني سبيلنجر أن الحضارات مثل الكائنات الحية، تولد وتنضج وتزدهر. يعني الحضارة بتتولد وتنضج وتزدهر وتموت في الآخر، زي الشاب يتولد ويبقى طفل وبعدين يبقى شاب وبعدين يبقى راجل راشد وبعدين يبقى عجوز وبعدين يموت في الآخر. يستدل على صدق مضمون العبارة من خلال ما حدث للحضارة الأوروبية. يعني الحضارة، بيقول لك الحضارة الأوروبية اتولدت وماتت. أنهي حضارة؟ يونانية ورومانية، اتولدت في العصور القديمة ماتت في العصور الوسطى. يبقى خلاص أنا جاوبتها، تبقى قديمة، اتولدت في قديمة وماتت في الوسطى. السؤال رقم 37، ركز معايا. يرتبط اضمحلال وانهيار حضارة المدينة الموضحة في الصورة المقابلة ببداية مدينة روما قديما. مدينة روما قديما دي تبقى ايه بقى؟ بيقول لك يرتبط اضمحلال وانهيار حضارة المدينة الموضحة في الصورة المقبلة ببداية ايه بقى؟ بداية ايه؟ لما وقعت فتح القسطنطينية، كانت بداية عصور وسطى. كانت بداية عصور وسطى. قد قيام الثورة الصناعية في أوروبا. ثورة صناعية تبقى تاريخ حديث أو عصر حديث في أوروبا إلى ظهور أحد سلبيات العصور الحديثة المتمثلة في إيه بقى؟ بيقول لك اشتعال الحروب العالمية، ولا استغلال موارد البيئة، ولا قيام الاستعمار الأوروبي، ولا تفشي الأمراض الخطيرة. بعد إذن حضرتك ركز معايا ثانية واحدة. دلوقتي الإجابة هتبقى قيام الثورة الصناعية وقيام الاستعمار الأوروبي، جيم. طب ليه يا مستر اخترتها كده؟ هقول لك ليه، وركز معايا بعد إذن حضرتك. الثورة الصناعية لما اتعملت والثورة بدأت كده، يعني الصناعة بدأت تزدهر، الدولة الأوروبية عملوا مصانع ما لقوش منتجات يستفادوا بيها. يعني مصانع شغالة لكن مفيش منتجات يستفادوا بيها، فعملوا إيه؟ قالوا إحنا لازم نروح عند أي دولة تانية نستعمرها وناخد مواردها ونبعتها للدولة بتاعتنا. طب زي ايه؟ زي بريطانيا. بريطانيا لما احتلت مصر كانت بتاخد القطن وتسفره على بريطانيا عشان تستفاد بيه. يبقى دلوقتي بيقول لك ادى قيام الثوره الصناعيه الى قيام الاستعمار الاوروبي. بربط قيام ثوره صناعيه باستعمار اوروبي، قيام ثوره صناعيه باستعمار اوروبي. السؤال رقم 39، علم عليه، السؤال ده مهم جدا جدا. بيقول لك تظهر العلاقة بين العصور الوسطى والتاريخ المعاصر من خلال الربط بين حركة الاستعمار وقيام الحروب العالمية. والله تنفع. الثورة الصناعية وحركة التحرر من الاستعمار. مستار انت لسه قايل في السؤال اللي قبله، ركز كده في السؤال اللي قبله. قيام الاستعمار الأوروبي، استعمار يعني لسه بيستعمروا، لسه بيعملوا مستعمرات. لكن السؤال اللي بعده بيقول لك حركة التحرر من الاستعمار. حركة التحرر تبقى ب، ما تنفعش. الكشوف الجغرافية واستكشاف الكواكب الأخرى، ج، ما تنفعش، دي ملهاش علاقة.
حركة الاستعمار الأوروبي والثورة المعلوماتية، لا غلط برضه ما تنفعش. عارف لو كان قال لك حركة الاستعمار الأوروبي والثورة الصناعية كنت أقول لك تنفع. تبقى الإجابة ألف، حركة الاستعمار الأوروبي وقيام الحروب العالمية. السؤال اللي يقف في إيدك حلو بالاستبعاد، هتلاقي نفسك حلته من غير أي حاجة. تجددت دماء الحضارة في مصر وبلاد العراق خلال العصور الوسطى بفضل ثورة صناعية، عصور حديثة، قشور جغرافية حديثة، التواصل الحضاري برضو عصور حديثة. تبقى الفتح الإسلامي، أي حاجة فيها إسلام أو دين مسيحي أو إقطاع تبقى عصور وسطى. ركز في السؤال اللي بعده، بيقول لك ترتبط معطيات الصورة المقبلة ببعض السمات. ده مفاعل نووي. مفاعل نووي ده احنا خدناه فين؟ في العصور الحديثة أو في العصور، معلش، التاريخ المعاصر. طب ليه يا مستر أخدناها في التاريخ المعاصر؟ هقول لك ليه. عشان احنا قلنا ده هي الصورة اللي قدامك فيه تلوث أهو، ده تلوث، تبقى تاريخ معاصر. عشان احنا قلنا في التاريخ المعاصر في تناقض، في مميزات وفي سلبيات. المميزات المستعمرة المعلوماتية والصعود إلى القمر، والسلبيات تفشي الأمراض، تلوث البيئة زي الصورة اللي قدامنا، وإيه تاني، والحروب العالمية. تبقى الإجابة تاريخ معاصر عشان دي تاريخ معاصر عشان دي تلوث للبيئة. بيقول لك هي ينطبق مضمون النص المقابل مع أهداف دراسة التاريخ المتمثلة فيه. بيقول لك لا يجوز في الدول التي يوجد بها أقليات عرقية أو دينية. مثل عليك كلمة أقليات هقول لك دلوقتي حالا، ركز معايا. أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتميين إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة. بص، بيقول لك لو في دولة فيها أقليات، يعني مثلا احنا كمسلمين ومسيحيين، المسيحيين في مصر أقلية. مصر انت بتعمل فتنة طائفية؟ لا، مش بقول أقلية علشان هم كتار، عشان هم قليلين، لا، عشان المسلمين أكتر كعدد. لكن المسيحيين على راسي، على راسي من فوق، والله على راسي من فوق، أنا مش بعمل فتنة طائفية. لكن مثلا في مصر في مثلا مليون مسلم يقابل 100,000 مسيحي، يبقى المسيحي هنا أقلية. أنا ما ينفعش كمسلم أروح أقول له ما تصليش، أقول له ما تعبدش ربنا، لا، أنا ماليش حق، أنا كده بعمل تعصب. يبقى العبارة دي بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك تنطبق مع أهداف دراسة التاريخ ومتمثلة في الابتعاد عن التعصب. الابتعاد عن التعصب. السؤال رقم 43، نستنتج من تحاليل معطيات الخريطة. هنشوف الخريطة. بيقول لك من استراليا، بعدين هتروح عند اوروبا، ومن اوروبا هتروح امريكا الشمالية لامريكا الجنوبية. بيقول لك الاجابة بقى استقرار جميع الحضارات في الشرق. الشرق ازاي؟ ده بيقول لك كانت من استراليا راحت امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. طب بيقول لك اعتبار اوروبا منبع الحضارات، ما ينفعش تكون اوروبا منبع الحضارات، الشرق هو منبع الحضارات. تدفق التيار الحضاري شرقا وغربا تنفع. اقتصار الحضارات على العالم القديم، لا ما تنفعش. تبقى الإجابة جيم جيم جيم. يؤكد مضمون الصورة المقابلة على فقدان أحد أهداف دراسة علم التاريخ، والمتمثلة في دي مسلة أو حاجة أثرية ومكتوب عليها ومتشخبط عليها بقلم، أو معرفش متشخبط عليها بإيه. ده يقول لك على تنمية الشعور بالمسؤولية. طب ليه يا مستر؟ عشان لو كان عندنا مسؤولية ما كناش عملنا المنظر اللي قدامك ده. تركزت الحضارات التي يتناولها الكتاب الموضح بالصورة. تاريخ حضارات العالم، ده هنا بيقول لك حضارات القديمة، وما اعرفش حضارات تقريبا العراق، على ما عشان الكتاب مش واضح قصادي. بيقول لك ده حضارة شرق اسيا وجنوب غرب اوروبا، ما تنفعش. طبعا قال لك شرق اسيا، شرق اسيا دي ناحية الصين واليابان، تبقى اول واحدة غلط. الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط تنفع. حوض البحر المتوسط تنفع، والشرق اسيا قلت لك ما تنفعش. طب شمال افريقيا تنفع، شمال افريقيا، وجنوب اسيا ما تنفعش، جنوب اسيا دي ناحية الهند. تبقى الاجابة ب. الاجابة يا رجالة ب. يتفق النص المقبل مع اهداف دراسة التاريخ، وهو قد اختلف معك في الرأي، ولكني مستعد ان اقدم حياتي ثمنا لتعلن رأيك. ثمنا لتعلن رأيك. الإجابة هنا هتبقى إيه يا رجالة؟ استخلاص العبر،
ولا إبراز القدوة ولا تنمية شعور ولا الابتعاد عن التعصب؟ بقول لك أنا ممكن أختلف معاك في الرأي، لكن أنا هدفع التمن ده حياتي عشان تتوصل رأيك للناس، تبقى ابتعاد عن التعصب. عارفين زي إيه؟ الناس اللي بتحب الكورة، عارفين الكورة؟ يا عم أنا وأنت بنلعب قصاد بعض، لكن أنت مثلا لو جينا أنا وأنت كده وخيروني اللي أنا أقعد وأنت تقوم، ماشي يا عم، ماشي، أنا ما عنديش مشكلة، أنا ممكن أقعد وأنت ربنا يكرمك، فاهم؟ بس كده أنا مظن الرسالة وصلت وفهمته. بقول لك ترتبط الصورة المقابلة بأحدى الحضارات التي اتسمت بأنها دي صورة مبنى الكولوسيوم، أحد مظاهر الحضارة الرومانية الغربية، أحد مظاهر الحضارة الرومانية. بيقول لك آخر حضارات العصور الوسطى القديمة تنفع. آخر حضارات العصور الوسطى القديمة كانت اليونانية والرومانية. ذات صبغة دينية دي عصور وسطى ما تنفعش. إحدى حضارات الشرق القديم ما كانتش شرق قديم على فكرة، يعني مصر ده اليونان والرومان كانت في الغرب ما كانتش في الشرق. استمرت خلال العصور الوسطى ما تنفعش عشان كانت انتهت. تبقى الإجابة ألف. يتماشى الدور الذي تقوم به الجمعيات المدنية في المبادرة المقابلة مع أهداف دراسة التاريخ المتمثلة فيه. دي مبادرة حياة كريمة بتعمل على تحسين الحياة الطبقات الأكثر احتياجا، وتساهم في دعم هذه المبادرة العديد من الجمعيات الأهلية والغير حكومية. بيقول لك هنا دي تنطبق مع أحد أهداف دراسة التاريخ استخلاص العبر، إبراز قدوة صالحة. الاتنين دول ما ينفعوش عشان هنا مفيش عبرة ومفيش هنا قدوة صالحة. تبقى ابتعد عن التعصب برضه ما تنفعش عشان هنا مفيش تعصب. تبقى تنمية الشعور بالمسؤولية. السؤال الأخير في الاختياري، انتقلت مظاهر الحضارة الأوروبية إلى أستراليا خلال. مظاهر الحضارة الأوروبية، قال لك الحضارة الأوروبية إذا هتستبعد أول اتنين، عصور قديمة ما تنفعش، عصور وسطى ما تنفعش. تبقى تاريخ معاصر ولا عصور حديثة؟ أنا أقول لك يا مستر تاريخ حديث. حركة كشوف جغرافية لما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح، تبقى عصور حديثة. احنا هنا خلصنا الاختياري. بعد إذنك بقى هنكمل أسئلة المقالية، هنكمل الأسئلة المقالية. بقول لك ما العلاقة بين دراسة التاريخ والحضارة؟ أنا أقول لك دلوقتي إن مصر القديم لما نزل وعمل الحضارة بتاعته، قعد مع نفسه واكتشف الكتابة. اكتشف الكتابة معناه إنه يكتب يومياته، والحاجات اللي هو بيعملها في يومه. خلاص، معنى كده إن التاريخ هو كان سبب في اكتشاف الحضارات. والتاريخ أيضا كان سبب في تماسك الحضارات وربطها ببعض. تمام، مفيش أي حاجة صعبة. بيقول لك كان الشرق منارة الحضارات الإنسانية في العصور القديمة. كان الشرق فعلا كده. طب إيه الدليل؟ يا مستر إن كان الشرق منارة الحضارات الإنسانية في العصور القديمة؟ ظهور بعض الحضارات القديمة المتميزة والمتطورة زي ه مصر القديمة، ه العراق القديم، بلاد فينيقيا، بلاد فارس. سؤال رقم 52، استنتج أهم القيم التي يمكن أخذها من قول الإمام أبو حنيفة النعمان: من قرأ التاريخ زاد عقله. يبقى هو عايز هنا القيم اللي هنستفادها من التاريخ. أول حاجة الابتعاد عن التعصب. بس هو فعلا في حاجة بس عايز أقولها لك، من قرأ التاريخ زاد عقله دي يعني حاجة مقولة يعني كويسة جدا. هقول لك ليه. لو انت قاعد كده فاضي، انا عايزك تمسك كتاب تاريخ وتقعد تقرا فيه، انت ذات نفسك هتلاقي عقلك بيتفتح على حاجات جديده ما تعرفهاش. فهنا القيم اللي هنستفاد بيها الابتعاد عن التعصب، الشعور بالمسؤوليه، القدوه الصالحه، ها القدوه الصالحه، استخلاص عبر. يبقى هو عايز هنا يا رجاله بعد اذنكم اللي هي اهداف دراسه التاريخ. وضح المبادئ التي يمكن استخلاصها من مفهوم الحضاره عند ديورانت قلنا أول مبدأ هو التفاعل الاجتماعي. هو كان عايز يعمل تفاعل اجتماعي مع البيئة، الإنسان مع البيئة، مع الحاجات اللي عايشة حواليه، سواء مع حيوانات أو مع بشر أو مع نباتات أو مع أنهار أو مع بحيرات، أي حاجة حواليه. تاني حاجة بقى المهمة هي الزيادة الثقافية. عايز يطور مستوى الإنسان الثقافي
طول ما هو بيتعامل المستوى الثقافي بيتطور. يبقى هو أول حاجتين التفاعل الاجتماعي والمستوى الثقافي. استنتج العلاقة بين الثورة الصناعية وظهور حركة الاستعمار الأوروبي. قلت لك في واحدة من الحل الاختياري الثورة الصناعية كانت في المصانع في أوروبا. كانت الثورة الصناعية كانت سبب في الاستعمار على الدول الأوروبية للاستفادة من منتجاتها، للاستفادة من منتجات وخير الدول الضعيفة. كانت الدولة القوية تستعمر الدولة الضعيفة عشان يستولوا على منتجاتها ومواردها. وضح الجوهر الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه عند تبادل التراث الحضاري بين الشعوب. الجوهر الحضاري الذي يجب الحفاظ عليه هي الثقافة والعقيدة. لو احنا دلوقتي هنبقى مثلا بيقول لك ايه، نعمل تبادل وتراث حضاري زي العراق مع مصر كده، لازم كل حضارة تحتفظ بثقافتها وخصوصيتها وعقائدها. تمام. يبقى دلوقتي الجوهر الحضاري هو الاحتفاظ بالثقافة والعقيدة. بيقول لك دلل بالأمثلة على صحة العبارة التالية تاريخيا. للعصور التاريخية القديمة العديد من الإيجابيات التي أفادت بها البشرية. العصور القديمة كان لها إيجابيات. طب إزاي يا مستر استخلصنا منها العبر التاريخية؟ ظهور القدوة الصالحة احنا استفدنا. طب إزاي يا مستر؟ الملك رمسيس الثاني استفاد منه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. ظهور قدوة صالحة. استفدنا من الإمبراطورية الرومانية. والله استفدنا من الإمبراطورية الرومانية واليونانية، مع إن إحنا كنا إحنا كنا الحمد لله مسلمين، واستفدنا منهم في الدين المسيحي لما انتشر الدين المسيحي وقتها. هما طبعا عرضوا الدين المسيحي في الأول، لكن إحنا استفدنا منه. اكتشفنا برضو استفدنا في المعمار والفن والثقافة. طب ازاي يا مستر؟ الفن والثقافة والطب والعلوم كلها استفدنا منهم. كان هم متطورين عننا في العلوم، استفدنا منهم. تطور البنيان، ها البنية، معلش تطور البنية التحتية، تطور البنية التحتية. نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لك دراسة التاريخ تؤدي إلى تنمية الشعور بالمسؤولية. في ضوء العبارة السابقة وضح كيف يمكن الاستفادة في ذلك لتحقيق تنمية سياحية. السؤال 57 أنا سيبه لك أنت تحله عشان ده برأيك أنت. ما مقترحاتك برضه برأيك؟ الاستقرار والابتكار من عوامل نشأة الحضارات. فعلا فسر ذلك. بيقول لك الاستقرار والابتكار. أبسط مثال هيقول لك فسر ذلك. المصري القديم لما نزل من على الهضبة ونزل على نهر النيل استقر على ضفاف النهر وبدأ يبتكر الزراعة. ابتكرها ازاي؟ أخذ البذرة رماها جنب النهر، البذرة دي طلعت نبتة صغيرة، النبتة الصغيرة بقت شجرة كبيرة ونزلت ثمر، وبدأ ياكل منه وأكل وشبع، وبدأ يستفاد منها في جميع أنواع الفاكهة وجميع أنواع الخضروات. بيقول لك معلش ثانية واحدة. استخلص أهم الدروس المستفادة من الصور المقابلة في دراسة معبد حتشبسوت البحري. الدروس المستفادة في دراسة التاريخ هي تنمية الشعور بالمسؤولية. تنمية الشعور بقى يا رجالة بالمسؤولية، عشان احنا لحد دلوقتي قدرنا اللي احنا نحافظ عليه. تسير مصر حاليا بخطة واضحة للحاق بركب الحضارة. ما مقترحاتك؟ ده انت هتحله مع نفسك طبعا عشان الحاجات دي سهلة جدا. انا عايزك انت تشغل دماغك وتحلها. اثبت صحة العبارة التالية تاريخيا. احدثت العصور التاريخية الحديثة طفرة في الحياة البشرية. طبعا العصور الحديثة عملت طفرة في الحياة البشرية. ثورة صناعية، حركة كشوف جغرافية. ثورة صناعية وحركة الكشوف الجغرافية. دي كان أبسط مثالين تكتبهم لو أنت مش فاكر أي حاجة. لو أنت ناسي أي حاجة، أبسط مثالين حركة الكشوف الجغرافية والمثال التاني اللي أنا قلته. طب مستر بعد إذنك، بيقولك مع مقترحاتك للاستفادة من أفكار الأديب المؤرخ ديورانت عن الحضارة. عشان نستفاد منها لازم يكون في تفاعل اجتماعي ما بيني وما بين كل حاجة في الأرض، من أول الأهل والصحاب ويعني والجيران لحد الحيوانات اللي أنت بتتعامل معاهم. من الحيوانات اللي أنت بتتعامل معاهم، معلش، ده تفاعل اجتماعي. النباتات، أما أنت بتقطع النبات كده وبتاكله، ده تفاعل اجتماعي، صح ولا لأ؟
ونقدر نستفيد من الفن والثقافة. يعني نقدر نشوف الدول الأخرى، يعني مثلا نشوف دولة فرنسا، دولة أمريكا، نشوف عندهم الفكر عامل ازاي، الثقافة عاملة ازاي، ونستفيد منهم. وبس كده وصلنا لآخر سؤال رقم 64 وحليناه الحمد لله. النهاردة كانت حصة خفيفة وحصة سهلة. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. بس قبل ما وصلنا لنهاية الفيديو نسيت، عايزك تذاكر، وأي حاجة وقفت تكتب لي في التعليقات. الدرس سهل جدا ومفيش فيه أي حاجة صعبة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. زي ما قلت لكم، أنا عايز بس أديكم نصيحة واحدة. الساعة 4 وحاليا و42 دقيقة، يعني قبل الفجر ما يدن حوالي ب10 دقايق أو أقل. أنا حاليا هخلص تصوير، هقفل الكاميرا دلوقتي وأنزل أصلي الفجر. بعد إذن حضرتك أنا مش عايزك تقطع الصلاة دي في أي وقت من الأوقات. احنا كلنا مليانين ذنوب أنا عارف. هتقول يا مستر أنا دلوقتي ما بصليش عشان في ذنوب كتير عملتها. أنا والله يعني أنا عملت ذنوب محدش يتخيلها، بس ارجع لربنا وتوب. انا برجع لربنا واتوب عشان ربنا غفور رحيم، ربنا حنين، ربنا بيحبك. ربنا يحب العبد اذا اخطأ ثم تاب. ربنا يحب العبد اذا اخطأ ثم تاب. يعني انت واخطأت ورجعت تاني لربنا، والله ربنا بص هيسامحك وهيحبك. ان الله يحب التوابين الخطائين. يعني ايه التوابين الخطائين يا رجاله؟ يعني انا دلوقتي واحد بغلط على طول، تمام، انا واحد بغلط على طول، لكن برجع لربنا وبتوب. ربنا والله العظيم بيحبك وهيساعدك على التوبة كمان، حتى لو انت رجعت تاني للذنب. اغلط وتوب لربنا. طول ما انت بتوب بتقول يا رب، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، عايز اخش الجنة. والله ربنا عمره ما هيرجع دعائك. ربنا هيغفر لك حتى لو في مشاكل في حياتك صعبة. والله العظيم ربنا عمره ما هينساك. ربنا بيحب العبد إذا تاب، إذا أخطأ ثم تاب. بعد إذن حضرتك ما تقطعش الصلاة. الصلاة دي حاجة ربنا عملها للعبد علشان يدخله الجنة. ربنا بيقول لك يعني اديتك هدية اهو، الهدية دي استغلها وهتخش الجنة. انت مش عايز تخش الجنة، امشي على الطريق اللي انا حددته لك. والله لو عملت ذنوب الدنيا كلها، لو ما سبتش حاجة في الدنيا اللي عملتها، صلي لربنا، صلي لربنا، تمام. ان الله غفور، ان الله غفور رحيم. خلاص، صلي لربنا وتوب. وتاني حاجة رضا الوالدين. ارضي باباك ومامتك، ارضي باباك ومامتك. انا عارف اليومين اللي احنا فيهم دول تقول يا مستر والله احنا الزنقه والشغل والقرف والدراسه بقى. والله مفيش حاجه هتمشي في الدنيا الا ما ترضي باباك ومامتك. مفيش حاجه هتمشي في الدنيا الا ما ترضي باباك ومامتك. بعد اذن حضرتك اول نصيحه قلت لك عايزك تصلي. تاني حاجه رضا الوالدين. تالت حاجه ذاكر ذاكر ذاكر. ثانوية عامة غير الشهادة الإعدادية، ثانوية عامة غير الشهادة الإعدادية. أنا بس كده خلصت الكلمتين اللي كنت عايز أقولهم. أنا عايز بس منكم حاجة واحدة بس، أنا عايزك تدعي لي دعوة حلوة كده إن ربنا يكرمني ويوفقني في حياتي، مش عايز أكتر من كده. عايزك تدعي لي إن ربنا يغفر لي الذنوب اللي أنا عملتها في حياتي. وعايزك تدعي لأهل غزة إن ربنا يكرمهم ويقف معاهم ضد العدو الصهيوني المحتل. تمام. بعد اذن حضرتك ادعي لهم. هم دلوقتي في شده، هم دلوقتي في شده. وبعد اذنك انا عايزك تقاطع على قد ما تقدر، انا عايزك تقاطع على قد ما تقدر. طول ما انت قاعد بتجيب منتجات مقاطعه، والله العظيم انت بتساعد العدو اللي هو يعمل فيهم كده. ايه ذنب الاطفال الصغيرين ان هم يموتوا؟ ما لهمش ذنب. بعد اذن حضرتك قاطع قاطع قاطع. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لقد انتهينا من حصة اليوم. بتكلم باللغة العربية الفصحى. النهاردة خلصنا الحصة بتاعتنا. يا رب تكون الحصة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس. وبعد إذن حضراتكم بقى يعني أنا عايز تفاعل، أنا عايز تفاعل. يلا، إن شاء الله مش هيكون آخر فيديو. سلام.